مش كفاية بقى يا لوجي عملتي فستان كاتب كتابك زيي وعديتها، لكن عايزة تعملي مراية زي اللي عاملاها عندي في شقتي؟ لا كده كتير. تلقيح رايح جاية بين البلوجر منى السني والبلوجر حنان الحكيم، ووصلت لخناقة كبيرة بينهم، والجمهور مصدوم من ان منى يطلع منها كده وتقول كده وهي كانت لسه فرحانة بيها وبترقص معاها. مفاجأة لرد فعل حنان مش هتصدق قالت ايه. يلا نعرف التفاصيل والخناقة دي هتنتهي على ايه في الفيديو ده. منى السني ما لحقتش تبعد عن الترند بعد الضجة اللي كانت عاملاها الفترة الأخيرة، من أول كانت بكتابها على حب عمرها الصاصة وتجهيزات شقتها وحنتها وفرحها اللي قلب الدنيا، حتى شهر العسل اللي قلبت بصور السوشيال ميديا، ورجعت تاني تتصدر الترند بسبب خناقتها مع العروسة الجديدة حنان الحكيم. وبعد ما كانوا صحاب وحبايب قلبوا على بعض، وده بسبب فستان كانت بكتابها ومراية عايزة تعملها في شقة الزوجية. اللي يشوفهم هم بيرقصوا سوا في كتب الكتاب ما يشوفهمش بعد ساعات قولي عملوا في بعض. الحقيقة مفيش كلام مباشر حصل بينهم ولا مواجهة ولا حد منهم ذكر اسم التاني، لكن الجمهور ربط الخيوط ببعضها وبقوا من الستوريز دي للستوريز دي لحد ما توصلوا انهم يقصدوا بعض. الموضوع بدأ من اعلان حنان عن ميعاد كتب كتابها لما لبست بدلة بيضاء والعريس قميص ابيض، وده تقريبا نفس اللوك اللي ظهرت بيه منى السني مع صاصة في الفوتو سيشن قبل كتب الكتاب. اما في كتب الكتاب حنان اعتمدت في اطلالتها انها تكون نفس اطلالة منى السني، وتقريبا كان نفس تفاصيل الفستان مع تغيير بسيط، لكن لبست نفس الشابو. حنان عزمت منى ومنى راحت وفرحت لها ورقصت معاها واتنططت، ما كانش باين عليها اي حاجه والموضوع خلص. لا لسه بعد كتب الكتاب حنان نشرت ستوري لمراية عايزة تعمل زيها في شقتها. المفاجأة انها نفس المراية اللي منى بتظهر من قدامها الفترة الأخيرة من شقتها. هنا منى قررت انها مش هتسكت ونشرت ستوري فيها فستان كتب كتابها والمراية وبتلقح فيها على حنان وبتقول كفاية تقليد بقى يا لوجي، رغم ان منى ما قالتش اسم حنان، ولكن الجمهور كان متابع وعارف انها تقصدها. واللي أكد اكتر ان منى حذفت الستوري دي، بس للأسف كانت حنان شافتها. حنان طبعا مش هتسكت لان الكل هيقول عليها قلودة، ردت وقالت انا مصدومة فيها انها عملت كده. المراية اللي بتقول اني عملت زيها رجعتها الخطيب يبيعها ومش خليها في الشقة. انا مختارة شكل المراية دي من بلوجر اجنبية من شهرين وهنزل لكم صورها كمان، يعني من قبل ما اشوفها عندها اصلا. طبعا من الكل عارف عنها انها مش بتاعت خناقات ولا مشاكل، وتعتبر البلوجر الوحيدة اللي مصاحبة كل البلوجرز وعلاقتها بيهم كويسة. وطبعا شفنا فرحهم كان زحمة ازاي وكل المشاهير حضروا، فالناس مستغربة هل منى اتغيرت بعد الجواز؟ كمان حنان مسالمة جدا وفي حالها ومفيش مرة تصدرت الترند إلا بسبب كتب كتابها، فمنى حبت تلم الدور خاصة بعد الكلام اللي انتشر إن بينهم حاجة. نشرت بترد على كلام حنان وقالت مستحيل حنان تكون تقصدني بكلامها ده، أنا مش بتاعت حوارات، ولما أحب أقول لها حاجة هقولها في وشها، مش هحط قلب على وشها ولا هجيب حد يوقع بينا ولا يشتمها ولا يشتمني، وده طبعي من أول ما بدأت في السوشيال ميديا. أنا مش عارفة حنان بتتكلم عن مين، بس مش أنا، الناس مالها في إيه يا حنونة؟ لكن حنان ما ردتش تاني على كلامها، وده أكد للجمهور إن في خلاف بينهم. الحقيقة إن رغم الفرحة اللي كانت فيها كل البلوجرز في كتب الكتاب بتاع حنان، لكن من بعده حصلت بعض المشاكل لبلوجرز كتير، زي أزمة سلمى عبد العظيم مع كاميليا، كمان أزمة حنان مع منى السني. فيا ترى فعلا في حاجة بينهم ولا مجرد شائعات؟ ده اللي هنعرفه لما تعمل حنان فرحها. لو حضرت يبقى ما فيش حاجة، لو ما حضرتش يبقى فعلا اللي حسب الجمهور لقاه، وجايز يكونوا اتصالحوا فعلا. انتم بقى شايفين هل في مشكلة ان بلوجر تقلد بلوجر تانية في اطلالة خاصة؟ ان اللوك ده مش جديد وتقريبا كل العرايس عملوه زمان؟ لا شاركوني برأيكم في التعليقات.